مساء الخير وبودكاست مع شريف. حكاية البودكاست بتاعتنا إن كل حلقة معانا ضيف قدر ينجح ويسيب بصمة في حياته، وكل واحد ليه حكايته. معايا النهاردة حبيبي وصديقي دكتور محمد سمير الملا، استشاري جراحة المخ والأعصاب. حبيبي يا شريف، أهلا وسهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك. يا رب يكرمك، منورني النهارده في البودكاست بتاعي. يا رب يكون خفيف عليك وعلى كل الناس اللي بتشوفنا ان شاء الله. ان شاء الله شفتك بعد فتره غياب طويله. الحمد لله، وفرصه جميله ان نعمل حاجه حلوه مع بعض ان شاء الله. الحمد لله، يا رب تبقى حاجه جميله يا حبيبي. يا رب يكرمك. هبدا بسؤال بسيط كده بقى معاك. ابتدت القصه بحلم دخول كليه الطب، اكيد من ايام الثانوي بقى. ايام الثانوي بالظبط كده. ايه اللي حصل بقى ايام الثانوي؟ من ايام الثانوي هو حلم الحقيقه، هو ابتدى من وقت الطفوله. يعني انا نشأت زي ما انت عارف، والدي دكتور سمير الملا يعني يا رب يرحمه رحمه واسعه. فابتديت اشوف مجال جراحه المخ والاعصاب من وانا طفل صغير، فبختلط بالقصه دي من وانا طفل. يعني اول مره دخلت اوضه عمليه كان عندي 8 سنين. 8 سنين يعني كان مع الدكتور صغير. يعني ناس بتروح تلعب وكده، وانا كنت بروح العب في عمليات. فالمجال كان بالنسبه لي مبهر جدا، ان انت تشوف عمليات وبيشنتس، والثياتر نفسه بتاع العمليات كان بالنسبه لي قصه جميله من وانت صغير. وكبرت ونشأت على الفكره ان عايز ابقى الصوره دي، عايز احقق الحلم اللي انا شفته والشكل اللي انا شفته. بس حاجه ابتدت معايا من وانا صغير. وابتديت اشتغل على ده لحد ما كبرنا. وكملنا وصلنا للثانوي، وبعدين لم يحالفنا الحظ ان نخش الجامعات الحكوميه، فالتحقنا باحدى الجامعات الخاصه عشان باش اعلان يعني. تمام. زيك بالظبط نفس اللي حصل معايا، نفس التراك. ودي كانت فرصه جميله كمان ان احنا نتقابل طبعا. ربنا يخليك. وكملنا المجال نفسه، وكان التارجت ان انا اوصل واشتغل في نفس التخصص بتاع الوالد. الحمد لله، دي حاجه جميله والله. احنا هنتقابل في الجامعه دي بالظبط، وتتكون الصداقه والعلاقه الجميله دي. ودي احلى حاجه الواحد عارفها في الجامعه دي. انا كان من احلى الحاجات اللي كانت بتتعمل ايام ما كنت شغال في الطب في الجامعه، كان الكولابوريشن اللي بيحصل ما بيننا في الطوارئ. طبعا. يعني كان دايما لما بيحصل اي حاله طوارئ كانوا دايما التروما تيم معروفه. الجراحه العامه وجراحه الاعصاب وجراحه العظام. كنا كل 10 دقائق ننزل مع بعض. في عمليات كتير عملناها مع بعض كتير. وهي التروما نفسها هي فكره ان كل التيم بيبقى متجمع فيها. خصوصا في حالات الحوادث، فهي دي اشهر حاجه الناس بتتجمع فيها. وهم الثلاثه دول، يعني هم دول المين. اكسبيرينس الطوارئ دي كانت اكسبيرينس مش سهله ابدا، اكسبيرينس صعبه جدا. واللي معاش الفكره دي نفسها مش هيبقى مستوعب قوي انت بتتكلم على ايه. دي حقيقه. وخصوصا ساعات نوم قليله جدا وكميه فرستريشن رهيب. انت قاعد في وقت مضغوط بالليل وبالنهار. وبتقابل ناس جايه في حالات صعبه جدا. صعبه جدا. وبتبقى المشكله كمان بحسها مع الاهل اكتر من المريض. يعني اهل المريض بيبقوا دايما منزعجين قوي، حالتهم التنشن اللي جاي بيه. لان عاده هي مش جايه في كولد كيسز، يعني كله جاي في حادثه او في مشكله كبيره. فكله جاي على فكره ان هو المريض يعني ايه في حاله خطيره وممكن ما يكملش وكده. يعني انا فاكر كويس جدا ايام الطوارئ دي كانت اكتر حاجه مهمه ان انت تحاول تكون بتتعامل مع المريض بس. اهل المريض بتحاول دايما حد واحد بس. دايما بيبقى دي المشكله. وخصوصا ان احنا عندنا السلوك في مصر ان كله عايز يعرف ايه اللي حصل في وقت واحد، فبيعطلوا كتير الشغل. دي حقيقه. بالوضع ده بنعطل. كانت ايام الحمد لله ان احنا اخذنا الاكسبيرينس دي بسلام. الحمد لله عدت على خير. الحمد لله رب العالمين. ايه اكتر مواقف صعبه قابلتك في الطوارئ يا محمد؟ الطوارئ كان دايما فيها المشكله بتاعه ان يظهر لك فكره الاهل دي. كان دايما هي دي الفكره دايما المقلقه. يعني احكي لك على موقف كان حصل معايا مره. جالي بيشنت واقع من على موتوسيكل. انا راجل ضخم جدا، والعيله كلها حقيقه اجسامها واشكالها ضخمه جدا. وده الوحيد اللي كان في عيلته ما بيشتغلش الشغلانه بتاعه العيله. يعني هو كان بيشتغل في الحاجات اللي هي الادوات الصحيه والكلام ده كله. والعيله كلها جزارين. فكان اول مره اقابل فكره ان يخش لك عيله جزارين. الجزارين رجاله وستات كمان، رجاله وستات. وداخلين بقى بالحزمه اللي فيها السكاكين والجاهزين. يعني هم مش محتاجين. والموضوع كان يخض لان هو العيله كبيره واخواته كتير، وهو الراجل يا عيني اللي جاي في تروما وهو اتخبط في دماغه. فجاي انت فاهم الكونشس بتاعه مش كونشس ليفل مش حلو. جاي دايخ وتايه. فهم بقى اللي كانوا داخلين قلقانين. وعشان يعرفوا الموضوع يبتدوا يحتكوا بالناس. فطبعا ابتدى الموضوع يبقى فيه خناق. فعبال ما هديناهم طبعا كله كان بيتكلم معاهم بحذر، لان جزارين وجايين بعدتهم. فهو مش محتاج انه يعني يعمل مشكله. هو جاي جاهز.
بس الامور الحمد لله كانت هاندلد، والناس يعني ايه تفهموا الامور والامور بقت كويسه وعدى الحمد لله. عدى الحمد لله. انا فاكر الطوارئ دي شفنا فيها مشاكل كتيره، وكان دايما الشرطه دايما موجوده يعني في كل المستشفيات لازم يحصل الفكره دي، لازم الاحداث دي الخناقات بتاعت دي مشكله ما بنقدرش نعديها. الحمد لله ربنا يسلمها دايما. طب ايه اكتر موقف حصل لك في الطوارئ حسيت ان الحمد لله ان انا دكتور وان انا قدرت اساعد المريض ده؟ هو دول كتير، لان انت اغلبيه البيشنتس اللي كانوا بيخشوا لنا بيبقى حالاتهم اند ستيجز، وجالي كذا حاجه، وخصوصا انت عارف في مجالنا بيبقى فيه كام حاجه كده، خصوصا حالات الهيد رومز. فالحالات المين عندنا الاكسترا ديورال دي طبعا الهيد تروما واقع على دماغه، ده واقع على دماغه، فجاي لك بنزيف في المخ، فده اللي بالنسبه لك بيبقى بين الحياه والموت زي ما بيقولوا. وده طبعا السيفنج بتاعه بيبقى يعني سكسس رهيب بالنسبه لك، ان ده كان بيموت وانت قدرت تساعده ان هو يعدي ويكمل يعني. دي احلى حاجه في الطب بقى، دي اجمل حاجه في الطب، ان انت من فضل ربنا تحس ان انت عملت حاجه بالظبط ساعدت بيها، هي دي اللي بتريحك. يعني وان هو يسترد حياته صحيح تاني. صحيح. سبحان الله. بالرغم من كل الاسترس والصعوبات في الشغلانه والاسترس العصبي والوقت والامور دي، لكن بتلاقي فيها حاجات بتسعدك. كانت من المواقف اللطيفه اللي كانت بتحصل لنا في جراحه العظم بقى، ومن الحاجات اللي كنت احس فيها ان انا ساتسفايد قوي لما يجي حد عنده خلع في المفصل، يبقى جاي بألم رهيب طبعا وانس ان الخلع ده يترد مكانه خلاص انتهى. تلاقي المريض يدعي لك دعوه لانه حس براحه رهيبه مره واحده. يا ربنا يكرمك وفي ساعتها يبارك لك. وفي ساعتها فدي كانت من الحاجات اللي تحس ان الحمد لله ان انا قدرت اساعد، قدرت اعمل حاجه فعلا بجد يعني في الطوارئ يعني. طب ايه اكتر حاجه حسيت ان الوالد رحمه الله عليه اثر فيها في حياتك؟ مش الحياه العمليه، لا حياتك بشكل عام بقى. هو الحقيقه يعني اقول لك على حاجه هي يمكن مش ناس كتير تعرفها. هو من ضمن الحاجات الاولانيه اللي نصحني بيها قبل دخول الكليه ان ما تخشش الكليه. ما تخشش كليه يعني دي من ضمن الحاجات. دكتور سمير قال لك كده. الحقيقه كان من النصايح اللي هو ايه، النصيحه كانت تشالنجينج شويه، ان انت ايه الموضوع صعب جدا ومجال طويل ولا ينتهي. لا ينتهي فعلا. عشان بس تبقى فاهم فكره ان انت داخل على موضوع مش هيخلص بالسهوله دي. الموضوع مش موضوع كليه، انت لسه حياتك بتكمل بعد الكليه. كان منها يمكن تشالنج شويه في الفكره ان انت ايه، عشان ما تستسهلش الامور او تبقى فاهم ان الموضوع هيخلص بمجرد انتهاء كليه الطب. هو الموضوع بيبتدي بعدها، بيبدا فعلا بعد كليه الطب، بيبتدي بعدها دراساتك وشغلك والامور دي كلها. ده التشالنج الحقيقي اللي بيحصل بعدها. تاخد ماجستير على الاقل 5 سنين والدكتوراه بعدها، يعني الموضوع لونج تيرم. ده غير قرايتك بقى ومتابعتك للفيلد نفسه عشان تقدر تكمل في المجال ده. فالموضوع الحقيقه لايف تايم بلان يعني. طب كان الكومنت بتاع الدكتور سمير الله يرحمه لما انت دخلت بقى كليه الطب؟ لما دخلت هو كان طبعا مبسوط، وكان طبعا زي اي اب هو نفسه حد يكمل المسيره بتاعته ويكمل النجاح اللي قدر يعمله عشان يبقى سايب بصمه ان قدرنا نعمل حاجه وقدرنا نسيب حاجه للناس اللي بعدين. ما شاء الله ما شاء الله. ايه اكتر حاجه اتعلمتها منه بقى في الحياه العمليه في شغلك؟ الصبر. يعني هو كان صبور جدا، دي حقيقة. عارف يعني حتى انفعالاته كانت مش كتيرة، ويقدر يصبر على البيشنت ويقدر يصبر على حاجات كتيرة عشان يقدر يحل المشاكل ويحل الأمور دي كلها، بس بحكمة مش أنا كنت بشوف، أنا كنت أوقات كتير بدخل له العيادة وهو بيشتغل، لا راجل صبور جدا ومستمع جيد. بالظبط. الله يرحمه يعني ويجعله في ميزان حسناته، لأنه أنا بشوف دايما أهم نقطة عند الدكتور هي الراحة النفسية للمريض. طبعا. وانت اكيد كده من بعده طبعا. علمتنا القصه نفسها والشغلانه دي ان انت لازم تبقى انت بيخش لك ناس كتير وفئات مختلفة وبطريقة تفكير مختلفة واتيتيود مختلف ومن شرائح مجتمعية مختلفة، فثقافتهم وفكرهم وتعاملاتهم غير. طبعا. لو ما عرفتش تهندل كل بيشنت على قد فكره وعلى قد طريقته وعلى قد تعليمه وعلى قد وعيه، مش هتعرف ان انت توصل له المعلومة بسهولة، وجايز يحصل كراشز بينك وبين الناس. دي حقيقة. فالفكرة فيهم ان انت لازم يعني زي ما بيقول لك تعامل كل واحد على حد عقله، عشان تقدر توصله الداتا، وفي نفس الوقت تقدر يعني يبقى في كمان كونفيدنس بينك وبينه، عشان بعد كده كتير جدا من البيشنتس بيبقى صاحبك بعد فتره، ان هو بيصاحب الدكتور وبيبقى تعاملاته معاه بفكر، وممكن يجي يسالك حتى على حاجات على نصايح عاديه، او اروح لمين او اعمل ايه في المشكله دي. فلازم يبقى في الكونفيدنس بينك وبين البيشنت. انت عارف انا بشوف ان دي تالنت وحاجه حلوه قوي، للاسف مش موجوده عند دكاتره كتير.
هي قليل اللي هتلاقيه فعلا عنده الصبر وفن التعامل مع الناس. هي دي مهمه جدا، دي مهمة جدا أوي جدا أوي جدا، لان في بيشنتس كتيره هو مجرد انه فقد الحته دي مع الدكتور بيبتدي يتعامل مع اوفيشال. وناس كتير انا شفتهم بينفر من الدكتور حتى في المجال اللي رايح له فيه، يقول لك عاملني وحش او مش عايز يسمعني حتى. بالظبط كده او بتاع، فبيعتبر ان هو راح خد سيرفيس ما عجبتوش وما بيكررهاش تاني. ما يكررهاش تاني، دي حقيقه. طيب ايه اكتر موقف وانت بتشتغل في حياتك المعمليه كجراح مخ واعصاب حسيت ان انت وانت واقف تشتغل انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ الحقيقه في عمليات كتير، يعني انت في عمليات كتير وخصوصا الحاجات اللي بتاخد منها ساعات طويله شغل بتوصلك للحته دي، ان انت بعد فتره من الارهاق والاسترس بتبقى انت مش قادر. زي ايه بقى؟ العمليات اللي عندنا بقى بنخش في عمليات زي التيومرز وزي الحاجات دي كلها بناخد فيها وقت. عمليات الاورام بتبقى في المخ ولا في السباين؟ في المخ وفي السباين. دي العمليات دي بتاخد شويه وقت طويل وحذر شديد وبنشتغل فيها بالراحه جدا، فبنقعد ساعات طويله. تقريبا متوسط وقت العمليه بيبقى من 4 ل 8 ساعات. 8 ساعات. من 4 ل 8 ساعات 8 ساعات. وبتاخد بريك في النص ولا ما بتعرفش تاخد بريك؟ عادة ما بنلحقش ناخد بريك، بس معاك ناس بقى اسيستنج، يعني معاك تيم يقدر يساعد معاك شويه. تريح 5 دقايق. تقدر تريح 5 دقايق ده اخرك لو لحقته جوه الاوضه يعني. لا لحقتهم. بس الاوتكم هو ده اللي بيريحك، يعني لما بتشوف بيشنت قدر يتحرك وقدر يستعيد وعيه وقدر يرجع لحياته، ده هو ده السكسس الحقيقي فعلا اللي احنا بندور عليه في شغلنا. في مقوله سمعتها زمان بيقول لك ان جدران المستشفيات شاف الدعاء اكتر من جدران المساجد. غالبا دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ غالبا، لان البيشنت الحقيقه اللي في وضع مؤلم او الاهل اللي جايين بيشوفوا حد ليهم في وضع صعب، هم الناس دي طبعا طول النهار والليل بتدعي يعني، ويعني بيدعوا للمريض بتاعهم وبيدعوا للي ساعده يعني. انا كدكتور اصلا قبل كده اتعرضت لموقف صعب وانا بشتغل جوه العمليات، انا اوقات في النص بقف ادعي يا رب سلمها معايا وسلمها مع المريض اللي بالظبط كده. يعني. بالظبط كده، لان انت كل كيس على فكره وانت جربت الوضع ده كل كيس تشالنج مختلف عن غيرها. حتى لو هي بنفس الشكل لكن جوه العمليات الدنيا بتتغير خالص، وجايز قرارك يبتدي يتغير. قرارك يتغير ده عادي جدا ان انت تقدر عشان توصل للاوتكم الاحسن. مفيش حاجه في شغلانتنا هي بتتكرر في الحقيقه. كل كيس وليها السيناريو بتاعها خالص، وانت بقى وليها الديسيجن اللي ممكن يتغير وانت جوه العمليات. انا دلوقتي قررت اعمل كذا، داخل ببلان وفوجئت جوه انها البلان دي لازم تتغير عشان البيشنت ده ما يخرجش بضرر معين. وحالا يطلبوا لي اهل المريض لازم ابلغهم بالكلام ده. بيبقى وقت ستريسفول قوي يعني، وقت فيري ستريسفول، والحقيقه وقت فيري ستريسفول للاهل كمان بصوره كبيره. يعني الاهل يعني الواحد يعني بيقول الناس دايما بتفضل في ستريس قبل وبعد وخلال فتره العمليه. والناس ليهم عيني واقفين بره برضو مشدودين لحد ما انت تخلص وايه اللي حصل، يعني وضع صعب. قبل كده حصل معاك موقف وحسيت ان انت بعد كده عايز تصلي ركعتين شكر الحمد لله ان ربنا نجاني ونجى المريض؟ ده في حالات كتيره في حالات كتيره، لكن الحقيقه انت بتبقى داخل ببلان وعارف يعني رايح فين والامور هتمشي ازاي، ودايما بتقول يا رب قبل وبعد. يعني ده حاجه اساسيه عشان بتتمنى ان انت تقدر تحقق النجاح ده وتقدر تعدي بالمريض ده بصوره احسن حاجه. في الاخر مفيش دكتور عايز يأذي مريض، انت بتبقى عايز تساعده طبعا في الاول وفي الاخر، لكن المشاكل اللي بتحصل اثناء العمليه بتبقى خارجه عن ايدينا يعني. في حاجات كتير طبعا فيها ستريس رهيب، وعلينا وعلى التخدير كمان اللي معاك وعلى التيم اللي شغال. يعني هو المجموعه كلها بتبقى محطوطه في ضغط نفسي وعصبي رهيب. افتكر وانا بشتغل في مره في اوضه العمليات في جراحه العظام، وانا بشتغل لمريض حصل فاسكولار انجري. دي كانت من الحالات الصعبه جدا، رهيبه طبعا، ان يحصل مشكله في اي حاجه ليها علاقه بالاوعيه الدمويه وتضطر تجيب جراح اوعيه دمويه وانت واقف عشان يكمل وترجع تخلص شغلك تاني. عمليه طويله. صحيح. انت متوقع تدخل تشتغل في ساعتين وبتخلص، ممكن تقعد فيها 8-10 ساعات عادي. 10 ساعات عادي جدا، ما تخلص وتطمن المريض تمام واموره كويسه. استرس غير عادي. وهو ده اللي الناس برضو العادي لازم تبقى فاهماه. ان هو كده دور الدكتور اللي داخل او دور الجراح اللي داخل هو نفسه اكتر ما انت نفسك تشوف الحالة بتاعتك احسن. هو بيتمنى ده لان هو ايا كان مكسبه ايه، هو مكسبه الحقيقي ان شاف المريض ده خف اتحسن، هو ده اللي بيشفيه. يعني ايا كان كسب ايه عمل ايه، ما هواش ده. او مفيش جراح عاده بيبقى بيفكر في الماده اكتر ما بيفكر في السكسس بتاعه. انت عايز تشوف الحاله خفت. فده اللي زي ما بيقول لك، هو ده اللي بيغذي الايجو بتاعك، وهو ده اللي بيغذي حياتك، وده اللي بيعيش في تعبك ان انت حسيت انك حققت حاجه المريض قام سليم. طبعا. او تحسن من المشكله اللي هو جاي فيها. ده السكسس الحقيقي، هو ده النجاح اللي انت بتدور عليه. طبعا.
يعني هو ده فعلا النجاح الحقيقي، ان انت تشوف حد اتحسن وانت كنت السبب، ربنا جعلك سبب بس ان هو يتحسن. طبعا دي حاجه. الساعات اللي الناس بتشتغلها في المجالات دي، خصوصا انت جربت، احنا شغالنا في مجالين اصعب من بعض، ومجالات فيها ستريس ووقت رهيب جدا، وبتتحرم من حياتك العاديه. يمكن اللي بره المجالات الطبيه او بره الجراحات ما بيفهمش دي قوي، ان انت ما بتقدرش زي ما الناس بتخرج زيهم، ما تقدرش تتفسح، مفيش حاجه اسمها عندك في اجازه، مفيش حاجه اسمها سافر في الوقت اللي انا عايزه، انت اونكول على طول، انت اونكول على طول في اي وقت لاي بيشنت. فحتى في اجازاتك لازم ترد على تليفونات ولازم تعمل الكلام ده. فحياتك العاديه والاجتماعيه بتاثر، وحياتك الاسريه طبعا لازم تاثر بصوره كبيره. طبعا. لكن بتبقى انت مبسوط باللي بتعمله. تحب بقى حد من ولادك يكمل المسيره اللي انت مكملها بعد الدكتور؟ والله دايما ما فيش حد الا ما بيفكر بنفس التفكير، ان انت قدرت تحقق حاجه نفسك اللي بعدك يزود عليها كمان. مش مجرد ان هو يقف عن مكان ما انت وقفت، انت عايزه يحقق اكتر، يطور. وهو ده الستريم. بس بنقول يعني كل واحد منهم بقى هو يشوف هو حابب مجال ايه يقدر ينجح فيه، وده الاهم. طبعا. لان هي الفكره مش موضوع ان انت بتكوبي وخلاص. يعني لو في مجال تاني حتى غير الطب قادر تسكسيد فيه وتحقق فيه نجاح، ده حاجه جميله جدا. ايه اكتر نصيحه حلوه اتقالت لك حسيت ان هي فرقت معاك في شغلك وفي حياتك؟ النصيحه دي هو نفسه نصحها لي، دكتور سمير نصحها لي، يعني الله يرحمه. هو قال لي لازم تنجح في اي حاجه. دي حقيقة. مفيش حاجة اسمها ان انت تبقى عادي. يعني فكرة العادي دي قال لي في كتير قوي عادي. حاول تشتغل في حاجة حتى من قبل الطب، اشتغل في حاجة بتحبها بس لازم تنجح فيها. ففكرة النجاح دي كانت دايما فكرة مهمة جدا بالنسبة له. نصيحة حلوة قوي. نصيحة حلوة جدا. بلاش تبقى عادي. لانه العادي كتير. يعني هي دي كانت دايما الحاجة الستيتمنت بتاعته. لازم تنجح في اي مجال. مش لازم تكوبي حاجه من حد، ان انا انجح في الطب، انجح في الهندسه، انجح وات ايفر. دور على حاجه بتحبها وانجح فيها. ما تحاولش تقلد حد وتمشي في ستريم طبيعي. لان هو العادي كتير. طب ايه اكتر نصيحه حسيت ان هي مش مناسبه بالنسبه لك واتقالت لك من اي حد ايا كان بقى مين هو؟ لا هو دي نصايح كتير. يعني انت دايما بتسمع نصايح كتير من الناس، وانت بتقدر تانلايز بقى الكلام ده يناسب ليك ولا لا. بس في حتى حياتيا يعني انت بتقابل اصدقاء ومعارف وقرايب وكلام. الناس كتير كده يعني لما يشوف حد تعبان وبيحاول يجتهد في حياته، يا عم ريح شويه يا عم. هو بص ريح شويه دي قصه انا يعني بتسمعها دايما، وحتى لينا احنا ما حدش فاهم الحقيقه طبيعه اللي انت بتعمله. وبنسمعها من الاسره كتير ومن اصحاب، والناس بتفتكر ان انت حابب تعمل ده عشان شغل مثلا او عشان لكن هي دي طبيعه الشغلانه، حياتك. هي دي ستايل الحياه. يعني نفسك تريح جميل، بس ما تعرفش المجال اللي انت فاهمه ما فيش فيه قصه، ولازم تدي فيه. لازم. طب ايه اكتر نصيحه حلوه انت تحب تديها بقى لاولادك؟ النصيحه اللي احب اديها لهم هي النصيحه اللي اتنصحتها، نفس القصه، ان انت بلاش تبقى عادي. دي اهم حاجه، واللي تحبه المجال اللي تحبه وتقدر تنجح فيه وشايف مستقبلك فيه اعمله. فكره ان انت بتكوبي، يعني ناس كتير بتكوبي الفكره ان انا عايز اطلع زي فلان او عايز اعمل كذا. ممكن يكون الكابابيلتيز بتاعتك او امكانياتك ما تناسبكش. يعني بتشوف حتى ناس كتير في الكوره يقول لك انا نفسي اطلع محمد صلاح. طب ما هو ربنا اكرمه بشكل معين، بنجاحات، بمهاره معينه قدر ينميها. لو مش عندك ما تقاوحش. يعني ايه، شوف مجال تاني تقدر تنجح فيه برضه. لكن فكره الكوبينج للاشخاص، ناس كتير هي ربنا مش خالقها او مش مجهزها للشغلانات دي. فما فيش داعي ان انت تفايت في باتل خسرانه زي ما بيقولوا. دي مشكله كبيره بتحصل، يعني حتى بشوفها ناس كتير في البيزنس، حتى مش بعيد عن الطب. طبعا ناس كتير يبقى شايف حد عمل مشروع معين، الشاورما بيزك يعني تلاقي كله فتح جنبه شاورما. خلاص انا هعمل واحد بتاع شاورما فعلا. هو بيكسبه، ما هو بيكسب زي وهكسب، ويفاجئ ان هو ما بيكسبش وبيخسر. وهو دي المشكله الرئيسيه اللي عندنا. وانت نبهت على حته مهمه جدا مجال البيزنس. ان انت ناس بتكوبي بعض، ودي كارثه. ما يعرف ايه الخلفيات بتاعت كل واحد، وما عندوش اكسبيرينس. يعني على فكره فلان الفلاني مثلا زي ما قلنا بتاع الشاورما، هو فلان ده ما نجحش من اول يوم. لا هو خسر كتير واتعذب في حاجات واتبهدل في حاجات ورجع قام تاني لحد ما فهم ينجح ازاي. بالظبط. مش مجرد انه جاب سيخ شاورما وقف يقطع، ما هو كان اي حد. الخلطه بتاعت بس كده النجاح عنده، التيست بتاع القصه نفسها او التشالنج بتاع النجاح اللي قدر يعمله خد منه وقت. محدش بينجح من اول يوم. طبعا. يعني اكيد هو مر بظروف قاسيه في بعض الاوقات، وفي منهم ناس خسرت البيزنس بتاعها ورجعت قومته تاني وبنجاح اكبر، لانه اتعلم الغلطه فين وقدر يصلحها، عارف السكه. لكن احنا هنا للاسف فكره التقليد فقط. هي دي الفكره، انه فعلا الشاطر واللي بيكمل هو اللي لما يقع
يعرف يقوم تاني ويتعلم من اللي حصل. يعني هو مش كتير بيتعلم من اللي حصل، هي دي المشكله. اتعلم فقدر المرحله اللي بعدها انا غلطت في كذا هعدله، فاللي جاي بعدها غلطت في كذا فهعدله. هي دي التكه بتاعت الموضوع، وهي دي التريك. فعلا فكره تقوم بعد ما تقع وتقوم بعد ما تقع مرارا وتكرارا، هو ده السكسس وده اللي هيخليك تكمل. كم من الناس اللي دخلوا في كذا مجال رياضي او علمي او بيزنس او غيره، وقع ما عرفش يقوم تاني. بالظبط. وما عرفش يقوم تاني لان هو ما فهمش الغلطه، او ما عرفش يعدل الموضوع ده تاني، او بيقع ويقوم بسرعه. يعني كل ما بيرجع بيقع في نفس الاخطاء. بتحصل كتير الحكايه دي، بتحصل كتير كمان. في بشوف نماذج، انا مش عارف انت ايه رايك في الموضوع ده، بس بشوف نماذج يبقى الاب طبيب مثلا ومصر اصرار غير عادي ان ابنه يكون طبيب زيه، والابن مش حاسس ده ومش عايز ده. بص الحقيقه انا شفتها في ناس زمايلي، وشفتها في ناس في دفعات كتيره، وفي ناس كتير ما قدروش يكملوا لان هو مش ما حسش بالموضوع، ما حبوش وما قدرش يكوب وما شافش نفسه فيه فيما بعد. وفيهم ناس كمل وما قدرش بعد كده يشتغل، او ما رضيش يشتغل، عمل كارير شيفت لسبب او لاخر. ما قدرش يكمل في المجال او ما حبش المجال نفسه فمشي منه. فهي الموضوع ما بيبقاش بالغصب، يعني هي الحكايه ما بتبقاش كده، لان كتير منهم ارضوا نجاح اهاليهم او ارضوا محبه اهاليهم حتى ان هو يحقق له حاجه بيحبها، لكن هو ده مش حياته. هو مش شايف نفسه في المجال ده. فهو فكره انت بتحب ايه او قادر هتكمل، انت شايف نفسك فين، زي ما بيقول لك شايف نفسك فين كمان 10 سنين. هو ده اللي محتاجينه. طيب دكتور محمد سمير المولى، بظروف الحياه اللي انت عايشها، شغل ليل نهار كل يوم، الاهل ودعم الاهل فارق معاك ازاي؟ الدعم الاهل ده قصه مين في الموضوع، ان هو ده الحاجه اللي كانت اساسيه. لان هو ده اللي بيديك بوش لقدام. الناس لما بتشوف برضو ان انت بتقدر تحقق حاجه وبتقدر تساعد ناس، وطبعا بيبقى فيهم قرايب واصحاب ومعارف، الناس دي بتقدر ان انت تساعدهم وتساعدهم ان هم يخفوا. الوضع ده بيديك والولاد ما بيزعلوش لما انت تبقى دايما متأخر؟ الولاد اكيد بيزعلوا بس هم برضو اتعودوا طبعا، وبعدين فهموا ان طبيعه الشغلانه دي كده. الموضوع مش وظيفه تقدر انت تخلص وتروح في وقت معين. الموضوع ان انت مش بتاع نفسك زي ما بيقولوا، غرفه عمليات انت 24 ساعه، وهم بيجوا بيشوفوا الشغل وبيشوفوا العياده وبيشوفوا الدنيا، فهم يعني متفهمين الواقع ده. عايزين يبقوا دكاتره ولا مش عايزين؟ بيفكروا يعني بيفكروا. الحاجه طبعا اللي بتعطلهم عن ده اللايف ستايل ده طبعا مؤلم جدا، لان هو مش اي حد يقدر يتحمل الحياه دي. بالظبط. الرياضه في حياه الدكتور محمد سمير ولا حاجه خالص. ليه بقى؟ ولا اي حاجه. مفيش وقت ولا رياضه ولا مشي ولا حاجه. طيب والنظام الغذائي بقى؟ بنحاول زي ما احنا قادرين. انت عارف انت حياتنا مشكلتها ان هي اغلبيتها بره البيت. فانت مرتبط بصوره كبيره ان انت تاكل اي حاجه من اي مكان. دي مشكله كبيره قوي، دي مشكله حياتيه واجهها معظم الاطباء. يعني ما عندكش الوقت الكافي ان انت تروح وتقعد او تروح وتاكل، يعني ده بيبقى وقت مستقطع زي ما بيقولوا. لكن اللايف ستايل انت في الشارع طول النهار. طبعا. ايه اكتر عمليه عملتها حسيت ان جالك منها دعوه حلوه مؤثره فيك لحد دلوقتي؟ والله كذا عمليه، يعني في كذا مريض، يعني في كذا حاجه حصلت. كذا مريض كان اورام، الحمد لله الامور يعني ربنا اكرمنا وقدرنا ان احنا نساعد والناس تقدر تتحرك تاني. الناس اللي كانوا دخلوا في غيبوبات بسبب برضو نفس المشاكل دي، وعملت كذا حاله الحمد لله الناس قامت وفاقت، وده كان وضع يعني وكانوا في حالات كان في غيبوبات. انت فاهم الوضع بيبقى عامل ازاي. وحالات الحوادث طبعا دي يعني هي دي الكارثه يعني. فالحالات دي مجرد ان انت بتشوف ان المريض قام وقدر يتحرك تاني واستعاد وعيه والحاجات دي ده هو ده اللي بيسعدك جدا. طبعا دي حاجه مهمه جدا، يعني دعوه حلوه من واحد انت مش متوقعها ممكن تغير لك حياتك طبعا وتستر طريقك طبعا وتعمل حاجات كتير حلوه في حياتك وانت مش حاسس. هو ده الحلو اللي في ده الحلو اللي في المجال ده بالظبط كده. بالظبط. انت تلحق حد فيدعي لك. هي دي اهم حاجه. دي اهم حاجه. والله دي اهم حاجه فعلا. طيب الرياضه بقى في حياه الولاد عامله ايه؟ الرياضه في حياه الولاد لا هم لسه في سن الرياضه بس طبعا ما حدش فيهم ساتلد على حاجه. تعرف المرحله العمريه دي يلعبوا شويه كذا وبعدين لا يزهقوا، طب يدوروا في حاجه، وانا بقى ماشي وراهم بلبي الاحلام بلبي الاحلام. طب والرياضه لسه مش واخده حيز كبير يعني من حياته؟ لا مش حيز كبير طبعا. يعني بفكره المدرسه وفكره الحاجات بتاعتهم التزاماتهم الدراسيه مخليهم طبعا الوقت في ويك اندز او في يعني سكول دايز انت فاهمها ده يعني ساعاتها قليله جدا. مين اكتر حد في الولاد حس ان هو ميال لحاجه غير الطب؟
بنتي يمكن شويه بتميل لحاجات غير الطب. البنات انت عارف فكرهم مختلف شويه. هي يعني اللي بتفكر في مجالات اكتر، حاجات ارتستيك يعني، مش حاجات ليها علاقه بالفن. بنات بقى انت فاهم. فما يعني مش لا تميل قوي لفكره الدم والعمليات والقصه دي. دكتور سمير المولى الله يرحمه، تاثيره اكيد كان كبير عليك. طبعا. شايف تاثيره واصل لاولادك بقى، احفاده ازاي؟ هما طبعا شايفين ان انت حد ستار، ومن خلال هذا الستار قدروا يشوفوا ستارز في المجال، وخصوصا ان هو كمان كان ليه احتكاك بالمجال الفني. طبعا. فالفكره بالنسبه لهم جلوريوس من هم صغيرين يعني. بيقابل فنانين وبيقابلوا نجوم مجتمع وبيقابلوا كده. فده يعني من هم اطفال شايف حاجات. هو دكتور سمير الله يرحمه كان كاركتر بالظبط، وكان ليه طله وحضور. يعني انا فاكر كويس جدا المحاضرات بتاعته دي كانت من اكتر المحاضرات اللي احب ادخلها. ايوه، طريقته، اسلوبه، يعني يعلمنا كتير. الله يرحمه ويجعله في ميزان حسناته يا رب، ويجعلك ان شاء الله دايما كده خير خلف ان شاء الله الى خير سلف حبيبي. ربنا وتشوف الخير في اولادك يا رب يا محمد. دكتور محمد سمير المولى، بطبيعه الحياه والشغل، الحياه مليانه ستريس جدا، والشغل ستريس اكتر طبعا. الستريس مانجمنت بتاعك بقى بتعمله ازاي؟ الحقيقه الستريس مانجمنت الوحيد بالنسبه لي ان انا يعني الحق لي ساعه او ساعتين خلال الاسبوع اقابل فيهم الناس اللي حابب اقعد معاهم، من اصحاب او من ناس قريبين او كده. هو ده الحاجه الوحيده اللي بلحقها في اي مكان بقى. يعني وقت العمليات الطويله بتقدر تمانج الاستريس بتاعك ازاي؟ اكيد الموضوع ستريسفول وانت بتشتغل طول اليوم. في العمليات ساعات بنشغل مزيكا معينه بتحب تشتغل عليها، مزيكا، دي حاجه اساسيه عشان تخليك في تنشن اقل، وخصوصا في ساعات العمليات الطويله. لان الاوضه فيها عدد كبير، تيم كبير وناس معاك في الاوضه والدنيا وستريس ساعات طويله. فالمزيكا دي يمكن هي الحاجه اللي بتريليف الاستنشن ده ثرو فتره العمليات. ايه اكتر موقف لطيف بقى حصل معاك اثناء الاستريس في العمليات؟ لا ده هو على طول انت فاهم اثناء الاستريس ده اثناء الاستريس على طول في ناس موجوده تعلي الاستريس يعني. بس انت بتحاول دايما تهندل امورك عشان ما يبقاش كله تنس، وعشان تقدر تكمل عملياتك عشان التيم كله عشان التيم كله ما شغال في هدوء يعني. اكيد الاستريس ده سبب لامراض كتيره قوي. الاستريس ده دلوقتي خلاص من الحاجات الرئيسيه في حاجات كتير جدا في الحياه. ايه اكتر حاجه شفتها في حياتك ومرضى جولك بسبب الاسترس؟ انت اولا الاسترس بيدخل ناس في يعني باي تايم في امراض كتير نفسيه. والديبريشن ده سببه الاساسي ابتدى بالستريس، وبعدين تحول لديبريشن وامراض كتير نفسيه ابتدت الموضوع ده. وامراض كتير عضويه كانت سببها او احساس المريض بيها متفاقم جدا او متزايد بسبب ستريس. يعني كتير قوي من البيشنتس وخصوصا الستات بتيجي تشتكي من هيدك او بتشتكي من صداع او امراض معينه او ظروف معينه، لكن هي مبالغ في ادائها شويه. الاسترس الحياتي او اللي هي عايشاه ومخلي الاعراض مش ده اللي المفروض ان المريض يجي بيه. لكن هو عامل من العوامل الرئيسيه ومتزايد عند ناس كتير لظروف اجتماعيه او بيئيه او غيره. بيخلي المريض طبعا جاي. انا شفت مرضى كتير يعني من زعل حصل له ستريس قالوا ربنا يكفينا الشر جلطه ده كتير من العوامل النفسيه اللي بتدعم فكره الجلطات. مشهور قوي عندكم حتى اصابات العصب السابع بتاعه الوجه يعني. سببها الاساسي مش ستريس يعني. ستريس مش عامل كبير فيها، هو العامل الاساسي اكتر فيها حاجات التهابيه او غدة للعصب. لكن الستروكس او الجلطات من ضمن الحاجات الرئيسيه فيها، غير المشاكل العضويه اللي هي بتدعم فكره ان يحصل مريض جلطه. الضغوط العصبيه بتحضرهم. بالظبط، الضغوط العصبيه فعلا مزعجه جدا، ومن الحاجات دي سببت جلطات لناس كتير جدا. ايه اكتر ازمه واجهت مريض معاك انت بتعالجه بسبب الاسترس غير الجلطات؟ لا هي زي ما بقول لك الاعراض اللي بيجي بيها المريض كتير بتبقى زي ما بيسموها باللغه العاديه ان هو مأفور في وصف الحاجه او في دعم الموضوع ده. وفي حاجات كتير من اللي بتحصل وشفتهم في ستات وفي رجاله ان يحصل لهم اغماءات او يحصل لهم الامور دي كلها وهي مش بيزد على مشكله مرضيه. يعني هو اغماء لمجرد ان هو متوتر، اغماء لمجرد ان هو متوتر، او يجي بيشتكي من عرض بعد ما عملته كله فحوصاتك والحاجات بتاعتك تكتشف ان ملوش حاجه عضويه. الاغماءات دي خطيره جدا. يعني انا شفت اصابات كتيره اما كنت بشتغل في جراحه العظم نتيجه ان واحده اغمى عليها فوقعت خبطت في اي حاجه. بالظبط. واحد اغمى عليه فوقع فرجله اتكسرت طبعا. فبيدخل الموضوع بيتحول من بس ستريس بيحتاج انه يتعالج لمشكله كبيره. ستريس سبب له ازمه. صحيح. فازمه اكبر ودخل في عمليه اضطر ان هو يعمل تطور معاه بسرعه لحاجه ثانيه. تطور معاه بسرعه لحاجه ثانيه. دي ازمه كبيره قوي. طيب ايه اكبر نصيحه تقدر تنصحها لاي حد بيعاني من الاسترس؟
الحاجه اللي تقدر تعملها تقلل الاسترس بتاعك بيها ايا كان ايه هو، لان في ناس كتير هو يقول لك انا بقرا في كتاب ببقى مبسوط، لما بسافر اقعد قدام البحر، لما بقعد مع شويه ناس صحابي، لما بسمع مزيكا، لما بخش انام. ايا كان الحاجه اللي تقدر تريليف الاسترس بتاعك بيها ولو لدقائق او لساعات قليله لازم تعمله، تفصل. لان المجال اللي احنا او الحياه وسرعه الحياه اللي احنا فيها اليومين دول لا تسمح ان انت حتى تاخد اجازات وترتاح وتسافر يا تعمل الكلام ده. لكن الدقائق او الساعات البسيطه اللي تعمل فيها حاجه تقلل الاسترس عندك هينفعك ولو قدام. حتى بحاجه بسيطه، ولا باي حاجه. المشي مفيد طبعا. المشي مفيد جدا. ولا دايما كنا بننصح الناس مشي تلت ساعه في اليوم. طبعا وبيقلل التنشن العصبي جدا. بالظبط. دي حاجه من الحاجات المهمه جدا اللي احب ان انا احافظ عليها، وانه اي حد بيشوفنا الناس اللي عندها وقت يا ريت تقدر تعمل ده. هو فيزيكالي كويس جدا لصحته العضويه والنفسيه. دي حقيقة. عشان كده كان دايما أنا فاكر كويس جدا بعد العمليات الجراحية كان دايما أساتذتنا يقول لك حاول تخلي وعاد المريض في العملية بعد العملية في المستشفى لمدة قليلة. طبعا. عشان مرضى كتير مجرد قعدتها في المستشفى الوقت أصلا بتسبب له ستريس نفسي. بتسبب له ستريس، وبعدين كمان قعدة المريض في المستشفى بدون سبب طبي. غير المشكله النفسيه والاسترس النفسي كمان ممكن يجي له انفكشن من اي حاجه، يلقط ميكروب. تمام. ده غير ان جو المستشفى نفسه بيدخله في مشاكل. ده انت فاكر انت في قصه الرعايه يقول لك مريض الرعايه ده لما بيطول وهو في درجه وعي عاليه بيخش في مشاكل نفسيه. لانه سامع ده بيموت وده بيصوت وده بيعيط وما بيقدروش يناموا، بيخرج من الرعايه في مشكله. يعني من الحاجات المشهوره حتى اللي شفتها كتير الاسترس ألسر، يعني ناس كتير بيجي لها قرح في المعده نتيجه الاسترس. صحيح. مجرد الاسترس ده بقى من الاسباب الرئيسيه على قوائم امراض كتير جدا عضويه. دي حقيقه. فهو بيحضر لمشاكل، يعني ربنا يقلل الاسترس عند الناس كلها لان هو قصه خطيره جدا اكتر من مشاكل عضويه كتير. طبعا. طيب انت شايف انه اكتر حاجه تعمل ريليفنج الاسترس انه كل واحد يعمل حاجه اللي بيحبها ولو لدقايق؟ بالظبط. ده بحيث ان هو يعمل ستريس يهدى شويه من المشاكل. بالظبط. الفكره كمان انت لما بيمر بيك اوقات في دنيتك او في حياتك بمشاكل معينه بعض الناس ما بتقدرش تكمل بعدها. الاسترس اللي بيمر بيه كتير من الناس وقفت حياتهم وخلتهم ما عرفوش يعدوا الحته دي. ازاي ان انت تقدر تمانج الاسترس ده وتقدر تتغلب عليه عشان تعدي من المرحله دي وتقدر تكمل في تراك حياتك وفي نجاحاتك. ما يبقاش اوبستكل او ما يبقاش حاجه مطب زي ما بيقولوا يوقف التراك بتاع نجاحك وتبقى انتهت قصتك هنا. فدي قصه مهمه جدا. طبعا. انت ازاي بتعمل الاسترس بقى؟ انت اللي تقول لي. والله الاسترس ليه ريليف انا بحب اعمله جدا بالرياضه. بحب امارس رياضه يوميا ولو ساعه. حلو. دي من الحاجات اللي احبها تكون في يومي. اساسيه. ستريس ريليفنج. وبعد ما عملت كارير شيفت وبقى عندي متسع شويه من الوقت. هتكلمني على الكارير شيفت ده لازم نتكلم عليه. لازم نتكلم عليه. بقى عندي شويه متسع من الوقت ان انا اقدر امارس رياضه يوميا. طبعا. كويس. موضوع الكارير شيفت ده فادني في كذا حاجه الحقيقه، يعني الحمد لله. يعني بعمل الحاجه اللي انا بحبها وهي شغل طبعا الموبيليا والمفروشات. وحاسس ان ده برضو هو ده النجاح اللي قلنا عليه، انك تقدر تنجح في حاجه حابب. بالظبط. يعني بكمل برضو مسيره والدي رحمه الله عليه، وبحاول انظم اليوم انه ما يبقاش كله شغل. طبا الحياه لا تخلو من الاسترس حتى وانت بتشتغل في البيزنس. في اي حاجه مواقف كتير بتحصل بتحس ان انت مش قادر كتير، يعني ضغوطات من كل الاتجاهات، خصوصا انت بتشتغل في البيزنس والماركت شويه فوق وشويه تحت وشويه في مبيعات شويه ما فيش مبيعات، لا في التزامات لا في سداد مش عارف ايه لا في ايه، فكلها حاجات بتخليك دايما مضغوط ومتنشن في اوقات كتير. بس مؤخرا بقيت حريص انه لازم يكون في ساعه رياضه، ولو مش موجوده يبقى اتليست نص ساعه مشي في اليوم. الا الحقه بالظبط. وفعلا بحس ان الحكايه دي بتقلل التنشن جامد. بتقلل التنشن جدا، خصوصا ان انا ماشي على حاجات عشان الهايبر تنشن والحاجات طبعا. فالحمد لله. انا اتبسطت جدا ان انت كنت معايا النهارده. حبيبي انا انبسطت اكتر والله، بعد وقت طويل ما شفناش بعد سنين طويله. مبسوط ان البودكاست ده يعني الحمد لله رجع جمعنا تاني حبيبي، ودايما نتقابل على خير. الحمد لله. نورتوني في بودكاست مع شريف، وكل مره ضيف جديد بحكايه جديده ونجاح جديد ان شاء الله. شكرا جزيلا حبيبي. اشكرك. اشوفك دايما على خير. نورتني.